سريعا كده قبل ما ندخل في تحليل ماتش الزمالك والنادي المصري هنقول نتائج المباراه النهارده. اتلعبت النهارده 4 مباريات. كانت المباراه الاولى ما بين حرس الحدود ونادي الجونه وفاز فيها حرس الحدود 2-1. المباراه الثانيه كانت ما بين غزل المحله والمقاولين، وكان غزل المحله متفوق لحد الدقيقه 93 لحد ما جت ضربه جزاء لنادي المقاولين وقدر ان هو يحرز ضربه الجزاء بعد تعادل الكره مع نادي المقاولين، وانتهت المباراه بالتعادل الايجابي 1-1. المباراة الثالثة كانت ما بين سيراميكا كليوباترا ونادي سموحة، وقدر نادي سيراميكا كليوباترا ان هو يفوز بالمباراة بهدف صديق أجولة في الدقيقة 75. والمباراة الرابعة كانت ما بين نادي الزمالك ونادي المصري، والمباراة دي انتهت بفوز لنادي الزمالك ب3 أهداف مقابل لا شيء. مباراة ممتعة جدا، من أفضل مباريات الدوري. مبروك لنادي الزمالك وهارد لك لنادي المصري. الزمالك تصدر الدوري وأصبح 13 نقطة، والمصري وقف عند 11 نقطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج روبي سبورت. من شوية خلصت مباراة من أجمد وأحلى المباريات في الدوري المصري الموسم ده، مباريات الزمالك والمصري. هي فعلا مباراة قمة، فعلا دي اللي بيتقال عليها مباراة قمة في الدوري المصري. الزمالك بيقول لك مين يقدر عليا، مين يعرف يجيبني. زمالك عمل صفقات بمدرب جامده جدا، هيتعب اي فرقه. اخوان الفينا لاعب جامد جدا وهيتعب اي دفاع هيلعب عليه. النهارده الزمالك تفوق على النادي المصري باحراز 3 اهداف، احرزهم عدي الدباغ وعمر جابر وعبد الله السعيد من ضربه جزاء. طبعا النهارده محدش يقدر يتكلم ولا يقول ان حتى لو كان في اخطاء تحكيميه من محمود ناجي، بس الزمالك النهارده استحق الفوز. لعب بأداء ورجولة وخطط يعني على مستوى عالي جدا. طبعا موضوع ضربة الجزاء الأولى اللي كان مشكوك فيها صلاح محسن كانت ممكن تقلب الماتش، وطبعا الحكم ما راحش فيها للفار ولا حسب حاجة فيها، بس أنا شاكك إن هي ضربة جزاء، وأكيد برضه مع حكامنا هنعرف هي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء، بس أنا شاكك إن هي تكون ضربة جزاء. بس بعيدا عن الكرة ديت، الزمالك النهارده سيطر على المباراة. خط وسط الزمالك النهارده كان فايق جدا، عبد الله السعيد وناصر ماهر، واجمد لاعب موجود النهارده المفروض ياخد جايزه رجل المباراه خوان الفينا. لعيب كوره يا جماعه جامد، برازيلي بيليا، عامل زي البيليا كده. الواد ما بتعرفش تمسك منه كوره، يعني الواد ياخد الكوره ويعدي من اي حد، يزق الكوره ويرمي جسمه قدامك، لا تاخد الكوره لا تاخده هو بالكوره. مبروك لنادي الزمالك ومبروك لجماهير نادي الزمالك. الزمالك النهارده تصدر الدوري بقى عنده 13 نقطة، والمصري فضل واقف عند 11 نقطة. نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف بكرة النادي الاهلي والنادي الاهلي يكسب علشان يقدر يرجع في النقط ويحاول يحصل نادي الزمالك. ولسه اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا جماعة الزمالك ده، يا جماعة الفرقة دي ما شاء الله ما شاء الله. انا مش بحسد، يعني انا مش بحسد. الزمالك يقسو على المصري ب3 أهداف مقابل لا شيء. صراحة صراحة يعني الزمالك النهاردة فرقة نقدر نقول عامل فرقة جامدة جدا. يعني الله أكبر، الله أكبر